أيوب بوعدي to Manchester City. Here we go. لاعب المنتخب المغربي أبو عدي إلى مانشستر سيتي. يا فخرك يا مغربي، هذا الفخر. مانشستر سيتي تخيلوا، مش أي نادي يا مغاربي، أقسم بالله إشي برفع الراس. أغلى هير وي جو عبر التاريخ، عبر التاريخ للاعب عربي، عبر التاريخ، مش أي لاعب، لاعب مغربي هو عدي رسميا إلى مانشستر سيتي ب100 مليون. أغلى لاعب عربي عبر التاريخ. بن عمي لا أيوب وادي قال لك سي اوفيسيال راح للسيتي، وهي خوتي قاع ما كاش منها. خرجوا واحد الصحف راه مغيا هضروا ويشكلوا، قال لك صاي راح سي اوفيسيال وغادي بريزونطوه لي سيبورتير، وهي خوتي قاع ما كاش منها. اللي قاد غير السلبيه صاحبي، فريمون يبغولهاش الخير، سيرتو السيتي فريمون يبغولهاش الخير. واحد قال غالي ماشي سونته 100 مليون بزاف، مالك خويا بغيت تخلصها من جيبك. عمي بوعدي ب100 مليون اورو. عمي اللي تربحت بزاف، بوعدي اللي تربحت 100 مليون اورو، ماشي درهم، اورو عمي. ميزانية تاع دول 100 مليون اورو. العرب ريلاكس، مالكم بديتو في البكا والشكا. هذا راه غاب وعدي لاعب مغربي 18 عام، بسم الله ما شاء الله. اغلى صفقه في تاريخ اللاعبين العرب، 100 مليون يورو باش انتقل للسيتي. اي يا سيدي، ومالكم كتبكيو تقول مخلصينها من جيوبكم؟ وبوعدي لبست شي توني في صغرو ديال شي فارق وما يلعبش لهداك الفارق، حتى لهادي لا. رسميا المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي 100 مليون يورو. صفقة والله كبيرة للسيتي، الواحد من أفضل المواهب بالعالم، وما عندي أي شك في إمكانيات أيوب الكبيرة اللي طلع جزء منها بكأس العالم، لكن إن شاء الله أنه قادر يثبت نفسه بكل قوة، والله يعينه على الضغط بالبداية. أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي، قالها لك فابريزيو، قال لك هير وي جو، يعني تمت الصفقة هذه مقابل 100 مليون يورو. اللاعب المغربي، اللاعب الصغير، اللاعب المتألق في وسط الميدان اللي شفناه في المونديال، اللي شفناه رهيب جدا، اخطف كل الانظار. لاعب ليل الفرنسي رسميا في مانشستر سيتي. خير، نتمنى ان شاء الله ايوب بوعدي ينتقل ويكون اضافه لاي فريق. اعتقد مانشستر سيتي كابتن مانشستر سيتي. نعم، إدارة مانشستر سيتي وفرت لماريسكا لاعب آخر موهبة اللي هو أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، لاعب المنتخب المغربي. الصراحة يعني هذا الموهبة اللي قدم مستوى كبير بكأس العالم، خلى انظار وخلى رغبات أندية هواية تلاحقه. يا اخي لقد هرمت من اجل هذه اللحظه بجد، بقالك شهرين بنجيبك، يعني معرفش في ايه. ضيعنا 3 في خط النص، بقى معانا 2، فاضل لنا بقى واحد كمان على الاقل. يعني بص، عندنا 10 ايام ميركاتو، بقى نجيب بقى على الاقل بقى يعني واحد في خط النص، لما يكون 2 يبقى يا ريت واحد جناح يمين وواحد باك رايت. أيوب بوعدي أحسن صفقة، ونقدروا نقولوا المغربي الأعلى صفقة باش داز هو هذا 100 مليون الإخوان، حيت كاين فيها واحد 5 ديال البونوس وكذا والعيبات، 95 نقول 100 مليون. هذا مشى لمانشستر سيتي كيف ما قلنا في الأول فاش كانوا كيقولوا دوك الإشاعات راه يقدر يمشي كذا. والله فجرها فابريزيو رومانو. مانشستر سيتي أفضل لاعب كان في وسط لاعب ارتكاز في نهائيات كأس العالم اللي أبدع فيها أيوب بوعدي المغربي، ينتقل إلى مانشستر سيتي. نادي مانشستر سيتي بقيمة 100 مليون يورو، أفضل صفقة حاليا في الميركاتو. من ابن المغرب إلى مانشستر سيتي، إلى واحد من أقوى الفرق بالعالم. هيدا اسمه فخر، هيدا هو الفخر يا مغربي، يا فخر جدك. روح يا فخر جدك، روح. 100 مليون على لاعب مغربي لأول مرة بالتاريخ. 100 مليون بوعدي إلى أضواء الدوري الإنجليزي، بالتحديد مانشستر سيتي. والله المغرب للتاريخ، المغرب. ابنكم بسن 18 سنة ينتقل إلى مانشستر سيتي بعد الأداء الرهيب اللي قدمه بكأس العالم. يا مغربي ارفع راسك، يا مغربي ارفع راسك. ابنك أبو عداء على عمره 18 سنة يلعب مع مانشستر سيتي. هسه here we go فابريزيو رومان.
مغربي المغرب هذا اللي صار اقسم بالله اشي برفع الراس يا رجل، والله برفع الراس. لأن السيتي بدأ موسمه الجديد لأول مرة من سنوات طويلة بدون جوارديولا وسيلفا ورودري، يعني تقريبا السيتي فاقد جزء كبير من الاستقرار، وراح نشوف أشياء كثيرة متغيرة بالسيتي سواء إلى الأسوأ أو الأفضل. ايوب دروك دي بلاصه مع ليل راهم يلعبوا كونتر اونجي، راهم رابحين 2-0 وهو راه معاهم. اسمعوا الشي قالوا. Ayoub Boadi n'est pas sur la feuille de match, mais qu'il est là à l'échauffement avec les autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Ayoub Boadi? Bon, comme beaucoup de gens sans doute, certainement, Ayoub, aujourd'hui, on le protège pour le club, pour lui aussi surtout, parce que les choses ont bien avancé dans les dernières heures concernant son départ. Donc, on n'a pas pris de risque, bien évidemment, comme beaucoup de clubs le font dans ces moments-là. مادام الشيخ منصور يدمر السيتي جامي تكمل، ما يبغوش زعما السيتي تطور باسكو دايرت لهم عقده، ما يبغولكش الخير باسكو السيتي دلتهم كاع في الشامبيونز ليغ. ولا راك باغي تستشفى، باغي ميليو تيرا تاع السيتي يكمل كيما هكا هذا العام. بدات بإليوت اندرسون وايوب بوعدي، يزيد يكملها بإنزو فرنانديز، يتهموها اونوكوني. انزو ماريسكا قالهم جيبوه، قالهم خرجتوا رودري راني ما نجمش ننافس، لازمني نعبي وسط الميدان. بوعدي الحقيقه البروفايل يستحقوا السيتي حاليا ما فماش كلام. انت خرجت رودري، انت صرت تعاني اليوم اذا تحب تنافس في البريمير ليج في دوري الكبار. أندية كبيرة أرسنال متفوق عليك، جايب كيماريش وعنده ديكلان رايس، لازمك بوعدي ما فماش كلام. وخرجت رودري. بوعدي حقق جميع احلام ديال الطفوله ديالو. 2018 مشيت يشجع المنتخب المغربي بالقميص تاع المنتخب المغربي. 2026 لعب معاهم كاس العالم. كاينه لي صوره اخرى هو صغير لابس توني تاع مانشستر سيتي اللي كان تيحلم يلعب معاهم، وها هو انتقل ليه باغلى صفقه في تاريخ اللاعبين العرب، فرقع ليهم العينين، وهذا الشيء كامل في سن 18 عام. السيتي فريق كبير، ولكن نتمنى ان مدرب مثل ماريسكا يعرف كيف يوظف لاعب مثل ايوب بوعدي في الموسم القادم، خاصه انه يمكن مانشستر سيتي ما بدا الموسم بالطريقه الصحيحه بالخساره امام ارسنال في الكاس 3-0، نتيجه كبيره يمكن ما تبشر بخير بالنسبه لمانشستر سيتي مع مدربها الجديد. ولكن ايوب بوعدي انا حابب التأني اللي صاير في الصفقه هذه، حابب ان الموضوع ما صاير بطيش وسرعه. ولكن السيتي ربح، السيتي اخذ هذا اللاعب ووقع ويا هذا اللاعب، واليوم قبل مباراتهم الاولى بالبريمير ليج حسم الصفقه واصبح بشكل رسمي لاعبا لمانشستر سيتي. 100 مليون يورو، 100 مليون يورو بعد الاداء اللي قدمه في نهايات كاس العالم. ايوب بوعدي رسميا من نادي ليل الى نادي مانشستر سيتي كأغلى لاعب صفقة انتقال في تاريخ المغرب وتاريخ العرب وتاريخ أفريقيا. 100 مليون يورو سعر هذا اللاعب الذي لا يتجاوز 19 عام. يعني اتمنى من كل قلبي وعادي جدا تبقى بتنافس في كل حاجه عادي، ممكن يبقى فيها كلام عادي، بس يعني خطوه حلوه قوي 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 ومحتاجينها. واقول لك على حاجه، الراجل ده هيكسر الدنيا. احسن مدار والله، لا احسن مدار. يمشي لعند الكره الانجليزيه غيولي هذا عالم من العلماء ديال الكره، ومن بعد عاد يدوز للكره الاسبانيه، يمشي يجمع شي شويه هنا ويجمع شي شويه لهين، والله يسهل عليه. واحسن مدار والله، لا احسن مدار. بقى في فرنسا عندهم تما هذوك جوج فراقي اللي عندهم ولا ثلاثه، عندهم جوج ولا ثلاثه. احسن مدار الانجليز مزيانه ليه، الانجليز تما فين غي، وبالاخص هذه الفرقه هذه، بالاخص هذه الفرقه مزيانه هذه البروفيل ديالو. تخيلوا لاعب عمره 18 لم يدخل 19 عام ب 100 مليون يورو. مانشستر سيتي خطف هذا اللاعب. يا إلهي، أفضل صفقة لاعب ارتكاز في هذا الموسم. يعني لما باعوا رودري إلى نادي برشلونة عرفانين مانشستر سيتي أنهم يريدون أيوب بوعدي، يعني كلفتهم الصفقة مع رودري 30 مليون فقط دفع مانشستر سيتي. يا إلهي على الصفقة. مانشستر سيتي يخطط مع رودري ب 70 مليون وحط فوق 30 مليون، بيأتي في أغلى لاعب في تاريخ المغرب وتاريخ العرب وتاريخ أفريقيا ب 100 مليون يورو. بوعدي اللي ارتبط اسمه بالسيتيزنز منذ مدة طويلة. الحقيقة بقات المفاوضات ب 100 مليون يورو، رسميا السيتي يحسمها. لاعب مغربي ان شاء الله نتمنى له التوفيق في السيتيزنز، اكيد اضافه كبيره جدا للبريمير ليج. الموضوع بتأني، وسواء وكلاء او الناس اللي حواليه نتمنى انه يتخذ القرار الصحيح، سواء بالبقاء في ليل في الدوري الفرنسي، تزيد بعد سنه سنتين بعدين تروح الفريق اكبر، او انك تنتقل لمانشستر سيتي. ولد موهوب جدا،
اضافه للمنتخب المغربي شفناه في كاس العالم خاصه في مباراه البرازيل. هذا الولد له مستقبل باهر باذن الله اذا حافظ على نفسه ان شاء الله، وحافظ على جسمه من الاصابات من هذه الامور. تحياتي لكم الإخوان المتابعون من جديد، وهذا هو أغلى لما كنظن يكون تا عربيا. المهم ما يقدر يكون شي واحد اخر عربيا، ولكن هذا مغربيا أعلى صفقة. تحياتي لكم.